مباراة النادي الاهلي واغر النوار الرواندي. المباراة هتكون غدا في تمام الساعة 4 عصرا. المباراة هتكون في دوري ابطال افريقيا في دور ال 32. تعالوا الاول نروح على تشكيلة يستروب والتشكيلة اللي المفروض يستروب يلعب بيها مع النادي الاهلي. التشكيله اللي لازم يستروب يلعب بيها مع النادي الاهلي. هنبدا على طول على التشكيله. قبل ما نبدا اعمل لي اشتراك ولايك. اولا عندنا في حراسه المرمى لازم نلعب بمحمد الشناوي. احنا عندنا محمد الشناوي ومصطفى شبير، لكن محمد الشناوي هو اللي ظهر في الفتره الاخيره وهو اللي ينفع يكون في حراسه المرمى في الفتره دي، لان هو اكتر لاعب ظاهر في الفتره الاخيره. هنروح على طول عندنا في الباك يمين، عندنا طبعا ما فيش غيره الكابتن محمد هاني. محمد هاني بيقدم مستوى عالمي في الفتره الاخيره ديت مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، عامل اداء عالمي في منتخب مصر بسم الله ما شاء الله عليه محمد هاني. عندنا في الباك ليفت طبعا نظرا للاصابات اللي عند النادي الاهلي والغيابات اللي عند النادي الاهلي هنلاعب احمد نبيل كوكا. هو ده مش مركزه، لكن هو هيأدي فيه بشكل كويس لحد ما نجيب باك ليفت او نلاعب اي باك ليفت عندنا تاني في النادي الاهلي. وبعد كده معانا ثنائي الدفاع. ثنائي الدفاع هيكون عندنا ياسين مرعي وياسر ابراهيم. بالنسبه لياسر ابراهيم فده ياسر رجوله. ياسر ابراهيم بيلعب بكل رجوله مع النادي الاهلي. ياسر ابراهيم بيقدم مستوى كبير جدا جدا مع النادي الاهلي، لاعب بيلعب برجوله، بيلعب بجديه، عايز يقدم اداء، عايز يفرض سيطرته في الدفاع. ياسين مرعي بسم الله ما شاء الله عليه ده هيكون مدافع الاهلي الاساسي. ياسين مرعي بالاخص اللي هو لسه سنه صغير، فهو جاي مدافع قوي جدا جدا، هيلعب ومدافع جميل، مدافع بيثبت وجوده، ومدافع بيلعب على الكوره وجامد، مدافع قوي بيعرف يسيطر على اللعيبه ويعرف يقطع الكوره، فهو مدافع كويس جدا جدا. ده بالنسبه لخط الدفاع. هنطير على طول على نص الملعب. عندنا في نص الملعب انا هلعب باثنين في نص الملعب. طب حد يقول لي ليه هتلعب باثنين في نص الملعب؟ هقول لك يستروب بيلعب بتشكيله هجوميه. يستروب بيحب الهجوم، بيلعب بشكل هجوم اكتر من الدفاع، مش شبه لعب الفرق المصريه. هنلعب في نص الملعب باثنين بس. هنلعب طبعا مروان عطيه بيعمل اداء عالمي جدا جدا في الفتره الاخيره دي. انت شفت اداؤه مع منتخب مصر وشفت اداؤه مع النادي الاهلي، فمروان عطيه لاعب كبير وبيعمل اداء عالمي مع النادي الاهلي ومنتخب مصر في الفتره الاخيره ديت، فعشان كده لازم يلعب اساسي. وطبعا عندنا الثاني العالمي محمد علي بن رمضان اللي بيثبت تواجده مع النادي الاهلي، لاعب كبير ولاعب بيعمل مستوى عالمي مع النادي الاهلي، فهو طبعا بيثبت تواجده مع النادي الاهلي. بعد كده بقى هنطير على خط الهجوم. طبعا هنلعب بالجهه اليمنى، عندنا احمد سيد زيزو نجم مصر، ده نجم مصر ونجم النادي الاهلي. احنا طبعا شفنا برضه اداؤه الاخير في منتخب مصر، شفت عامل ازاي، شفت اداء احمد سيد زيزو عامل ازاي مع منتخب مصر، لاعب عالمي يا جماعه والله. احمد سيد زيزو ده لاعب كبير جدا جدا وهو نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. وعندنا في الجهه اليسرى هيكون عندنا العالمي الواد المغربي اشرف بن شرقي عالمي يا جماعه، رسام. اشرف بن شرقي اكتر لاعب انا بتمتع اما يلمس الكره في النادي الاهلي، لاعب بيلمس الكره لمسه سحريه عالميه، الكره ما بتضيعش منه في الفاضي، بيعرف يستعمل الكره صح، يستلم الكره يعرف يسلمها صح، بيراوغ وبيلعب وبيسلم الكره، كره مرتاحه، كره عالميه، لاعب رسام، لاعب بيعرف يلعب اشرف بن شرقي ده. وبعد كده معانا تريزيجيه، محمود حسن تريزيجيه، الرجل اللي شايل هم النادي الاهلي على دماغه. محمود حسن تريزيجيه بما انه كابتن النادي الاهلي فهو شايل هم النادي الاهلي على دماغه، عايز يشتغل ضغط الفريق، لاعب بيلعب لعب جامد، لاعب محترف، لاعب عالمي. شفت اداء تريزيجيه مع منتخب مصر عامل ازاي، شفت اللاعب، شفت رجوله تريزيجيه، وشفت اداء تريزيجيه العالمي مع المنتخب ومع النادي الاهلي في الفتره الاخيره دي. تريزيجيه فاق، تريزيجيه قاعد بيلعب كوره صح، تريزيجيه لاعب مهاري ولاعب سريع ولاعب بيلعب بجديه وبيعرف يقدم كوره صح. وبعد كده الهجوم مفيش عندنا غيره المخيف محمد شريف. طبعا محمد شريف مش عاجب يستروب بيقول ازاي مهاجم للنادي الاهلي يلعب 5 مباريات ويسجل هدف واحد ويصنع اسيست واحد، ازاي ده هيكون مهاجم النادي الاهلي وهو بيلعب بالطريقه دي؟ ده فهو يستروب مش عاجبه محمد شريف خالص، يعني هو عايز يشوف مهاجم غير محمد شريف، لان محمد شريف مش عاجبه. التشكيله اللي لازم يستروب بيلعب بيها مع النادي الاهلي امام اغر النوار الرواندي في المباراه اللي هتكون غدا. خلونا بقى نتكلم عن مران النادي الاهلي شويه. الصور اللي امامك ديت صور من مران النادي الاهلي بيعمل استعدادات كبيره جدا جدا لهذه المباراه، بالاخص دي هتكون اول مباراه ليستروب مع النادي الاهلي، فده يستروب ودي تمارين النادي الاهلي، لعيبه جاهزه في اتم الاستعدادات ولاعيبه النادي الاهلي مستعده لهذه المباراه. طبعا النادي الاهلي ما اخذش بطوله افريقيا في العام الماضي، وطبعا ده بيقلل تصنيف النادي الاهلي مع الانديه العالميه، فان شاء الله يستروب هيفوز في هذه المباراه، وده هتكون اول تجربه ليستروب مع النادي الاهلي. يستروب مدرب قوي جدا جدا، وطبعا شفنا اجواء الشتاء ساعه الامطار مع النادي الاهلي، دي كانت اجواء الشتاء في الامطار، اجواء جميله جدا جدا، حاجه جميله كده، وحاجه يعني الواحد حاسس ان هو شامم ريحه هذا الشتاء الجميل في ريحه هذه الامطار الجميله وتمرين لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله هتكون مباراه مهمه وهتكون مباراه قويه جدا جدا للنادي الاهلي امام اغر النوار الرواندي. بينا نروح على القنوات الناقله لهذه المباراه. القناه
القنوات الناقله لهذه المباراه هيكون عندنا قناتين، قناه مشفره وقناه مجانيه. القناه المجانيه هتكون اون تايم سبورت، والقناه المشفره هتكون البي ان سبورت. فانت تقدر تسمع المباراه من على القناه المشفره ومن على القناه المجانيه. لو عايز تسمع من على المجانيه هتسمع اون تايم سبورت، ولو عايز تسمع من على المشفره هتسمع البي ان سبورت. مباراه النادي الاهلي وايغل الرواندي مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي في غايه الاهميه. الاهلي هيلعب طبعا على ارض نوار الرواندي عشان المباراه ديت هتكون ذهاب واياب. هي كده ادوار دوري ابطال افريقيا بتكون ذهاب واياب، الاهلي هيلعب ماتش عندهم، هم هيلعبوا ماتش عند النادي الاهلي. فالنادي الاهلي لازم يركز في هذه المباراه، بالاخص ان هذه المباراه هتكون عند ايغل نوار الرواندي، فمباراه مهمه طبعا للنادي الاهلي، وده هتكون اول تجربه ليستروب مع النادي الاهلي. يستروب مدرب ذات شخصيه عاليه وذات شخصيه كبيره، فده هيفرق طبعا مع النادي الاهلي. اهم شيء يكون المدرب عنده شخصيه كبيره كده شبه يستروب. يستروب مدفوع فيه فلوس كتير، ما هو انت عشان تجيب مدرب حلو لازم هتدفع، وعشان تدفع فانت هتجيب مدرب كويس جدا جدا، لكن هتدفع مبلغ كبير وكل حاجه بثمنها. يستروب مدرب النادي الاهلي مدرب كبير جدا جدا، هيقدر يتعامل مع هذه المباراه. وزي ما انا قلت لك في التشكيله، هي دي التشكيله المتواجده حاليا عند يستروب. بالنسبه بقى للغيابات بتاعه النادي الاهلي، بالنسبه لمحمد شكري فالنادي الاهلي اعطى لمحمد شكري، يعني محمد شكري عاد من الاصابه لكن مش هيشارك في هذه المباراه لانه لسه يعني ايه هيتمرن شويه. لكن محمد شكري النادي الاهلي اعطى له مهله يعني من هنا لشهر يناير، يعني حوالي شهر ونصف كده النادي الاهلي اعطاه مهله لمحمد شكري، قال له هتثبت تواجدك في الباك ليفت، لان محمد شكري هو الباك ليفت اللي حاليا عند النادي الاهلي لكن هو كان مصاب، فكنا بنلعب مكانه احمد نبيل كوكا. فالنادي الاهلي اعطاه مهله، قال له انت معاك من هنا لشهر يناير، يعني معانا حوالي شهر ونصف، لو اثبتت نفسك واثبتت تواجدك في مكانك هتكمل مع النادي الاهلي، ولو مش اثبتت وجودك هتمشي من النادي الاهلي، هنعلنك للبيع. ده الكلام اللي وجهته اداره النادي الاهلي لمحمد شكري. وبالنسبه لاشرف داري، فاشرف داري لاعب اصابه، اشرف داري يطلع من اصابه يخش في اصابه، يكون رايح بيطمن على الاصابه اللي هي عنده يحصل له اصابه ثانيه. فاشرف داري من يوم ما اتى الى النادي الاهلي وهو كله اصابات، اصابه في اصابه، اصابه في اصابه. فاشرف داري طبعا النادي الاهلي مستني لما هو يتعافى من الاصابه، وهيتم عرضه للبيع في شهر يناير. اما بالنسبه لامام عاشور، فامام عاشور مستني حته الجهاز الطبي، الجهاز الطبي لسه هيطمن على امام عاشور، هو لسه ما طمنش عليه لكن لسه هيطمن عليه. لو امام عاشور حالته الصحيه والفيروس عنده اللي هو فيروس ايه نزل للمعدل الطبيعي، فامام عاشور هيشارك مع النادي الاهلي بعد 3 ايام بالظبط. يعني امام عاشور ممكن يشارك المباراه الجايه اللي هتكون في مصر امام ايغل نوار الرواندي برضه. فامام عاشور لاعب كبير طبعا ولاعب مهم ومن اهم اللاعبين في النادي الاهلي، لاعب مؤثر، لاعب ذات خبرات كبيره، لاعب بيعرف يعمل هجمات على الخصم. فامام عاشور لاعب مهم جدا جدا للنادي الاهلي. اما بالنسبه لخطه يستروب في هذه المباراه، فيستروب بيعتمد على اللعب الهجوم، يعني خطته اكتر بتروح على ناحيه الهجوم لانه كان بيلعب في الكره الاوروبيه فهو متعود على الجهه الهجوميه، وعشان كده فيستروب هيركز جدا جدا على حته الهجوم. وزي ما احنا قلنا بالنسبه لهجوم النادي الاهلي، بالنسبه لمحمد شريف وجراديشار، فيستروب اتكلم الاول، خلونا الاول نتكلم عن محمد شريف. يستروب قال عن محمد شريف انه ازاي لاعب مهاجم في فريق كبير شبه النادي الاهلي يكون لاعب 5 مباريات ويسجل هدف واحد ويعمل اسيست واحد. محمد شريف مش عاجب يستروب، فيستروب هيشوف بديل طبعا لمحمد شريف لانه مش عاجبه خالص. ويستروب برضه تكلم وقال بالنسبه لجراديشار، فجراديشار انا هصبر لما يتعافى من الاصابه وهجربه وهخليه يشارك اساسي ويلعب، لو اداؤه عجبني هيكمل مع النادي الاهلي، ولو اداؤه مش عجبني هيمشي من النادي الاهلي برضه شبه محمد شريف. فالنادي الاهلي في حاجه الى هجوم صريح شبه وسام ابو علي. وسام ابو علي هو ده المهاجم اللي النادي الاهلي صعب يعوضه جدا في اسرع وقت، النادي الاهلي هياخد وقت طويل جدا عشان يعوض وسام ابو علي، ممكن كمان ما يعوضوش. فده بالنسبه لطلبات يستروب. المباراه ديت يستروب مركز عليها بشكل كبير جدا جدا، اتم الاستعدادات في فريق النادي الاهلي عشان هذه المباراه، لان هذه المباراه اول تجربه ليستروب مع النادي الاهلي، فهو عايز ينجح ويشارك مع النادي الاهلي في اول تجربه، لازم ينجح ولازم يفوز في هذه التجربه، لان يستروب مدرب كبير، مدرب ذات شخصيه كبيره، فهو لازم يفوز في هذه المباراه. مهم جدا هذه المباراه. ان شاء الله مباراه النادي الاهلي هتكون غدا في تمام الساعه 4 عصرا امام ايغل نوار الرواندي في دوري ابطال افريقيا في دور ال 32. توقعاتكم معايا لهذه المباراه القويه، ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل، وكان معك السيد ابراهيم.